بسم الله وتكلنا عليك الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم في ذوق بنا. اليوم في الكوزينه راح نحضر معكم كريسبي بالدانت. تفضلوا معايا. الكريسبي بالدجاج يجي ما شاء الله، وانا راح نقترح لكم الكريسبي اليوم بالدانت اللي يخرج ايضا ما شاء الله، ويخرج ولا اروع بشريحتين من الدانت. تحضروا الكريسبي لولادكم خير من اللي تشروه لهم من برا. تفضلوا معايا، يجي بنين، يجي ما شاء الله. لي زيسكالوب دو دانت بعد ما غسلتهم راح نقطعوهم بهذه الطريقه على لا بلانش دو ترافاي كما راكم تشوفوا خياتي. بعد ما نقطعوا كامل شرائح الدانت كما راكم تشوفوا في لا فيديو، نجيبوا ان بول ونفرغوا فيه ما غلاسي، ما يكونوا فيه لي غلاسون، يكون بارد بزاف باش نتحصلوا على هذيك القرمشه. نضيفوا البهارات، يعني شويه شويه، زنجبيل، بابريكا، كركم، وزيدوا فلفل الحار، حانوت، قرفه، وشويه زعتر ملحي. بهارات اللي تكون عندكم تبلوا بها. زيدوا حبه بيض ومغرف نتاع الزيت. نخلطوا كلش مع بعض ونحطوا الشرائح لداخل في هذيك لا ماريناد. نخلطوهم مليح، يتشربوا مليح الخليط. الماء لازم يكون كلاصي. نجيبوا طبسي نحطوا فيه فرينه، نزيدوا لها وريقات نتاع الزعتر ونرمدوا هذيك الشرائح في الفرينه. راح نكرروا هذه العمليه 2 خطرات حتى ل3، تقدروا حتى ل3 باش تحصلوا على هذيك القرمشه. فوالا نحطوا شرائح نرمدوها مليح ونعاودوا نرجعوها في هذاك الخليط. نزيدوا شويه فرينه مع شويه زعتر، نعاودوا نغطسوهم في هذيك لا ماريناد، ونعاودوا نحطوهم في الفرينه ونرمدوهم مليح. لهنا انا رمدتهم 2 خطرات، تقدروا ترمدوهم حتى 3 خطرات باش يتشربوا مليح هذاك الخليط وتتحصلوا على نتيجه مليحه، يجيكم لو كريسبي كروستيون. هذه هي. نكملوا كامل الشرائح، رمدوهم في الفرينه كما راكم تشوفوا في لا فيديو. بعد ما نكملوا نحطوا الزيت تاعنا تسخن مليح، نقصوا لها ونحطوا الشرائح نتاعنا تاع الكريسبي يطيب. كما تعرفوا خياتي، الوصفه الاصليه نتاع الكريسبي هي بالدجاج، وانا قلت نبدل لكم ونحضرها لكم بالدانت، وهكذاك وخرجت لي ما شاء الله. نخلو شرائح الكريسبي يطيب من جهه، بعد ما تتحمر راح نقلبوها على الجهه الثانيه. نكونوا موجدين طبسي حاطين فيه بابي ابسوربون، نحطوهم فيه بابي ابسوربون باش يمتص هذيك الزيت. تقدروا تحضروا هذا الكريسبي ولا تقدموه معذره مع اون صوص طوماط. انا كنت قدمت هذا الكريسبي مع صلصه طماطم وخرج لي ما شاء الله. نتوما تقدروا تقدموه مع اي صلصه تبغوا، ولا مع لا مايونيز ولا مع الكاتشاب كما يبغوا ولادكم ياكلوه. حضروه لهم. تقدروا ديروه حار ايضا، ضيفوا شويه فلفل حار لداخل يجيكم حار، يجي مسك. فضلا وليس امرا ادعموا القناه، اشتراك ولايك، وجزاكم الله خير الجزاء. هذا هو كريسبي خرج ما شاء الله. كريسبي كلمه انجليزيه معناها مقرمش، اي كروستيون. هذه كانت وصفه الدجاج المقرمش، واللي كنت غيرته ولا عوضته انا بالدانت، وحضرت كريسبي دانت اللي خرج لي روعه، وقدمته مع صلصه الطماطم. وكطريقه تقديم ديت كميه من الكريسبي، حطيته في طبق يكون بلا، وحطيت معاه صلصه الطماطم. تقدروا تحضروا معاه ايضا سلطه ولا تقدموه مع سلطه، راح يجيكم ما شاء الله. هذه كانت وصفه الكريسبي لنهار اليوم بالدانت. اتمنى تنال اعجابكم وانكم تحضروها لافراد عائله، اكيد راح تعجبهم. نبقى لكم في امان الله وحفظه. مع السلامه.